السلام عليكم ورحمه الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم، ودائما في شهوة رمضان غادي نحضروا لينيم او هاد السيجار بطريقه سهله وبالعجينه ديال المسمن. كيجي لذيذ بزاف، رائع، وبواحد الحشوه اللي سهله ومكونات اقتصاديه. دائما غادي نخليكم تكتشفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. باش نحضروا العجينه ديال المسمن غادي نحتاجوا اول حاجه هنايا الدقيق. عندي 500 غرام ديال الدقيق، ما يعادل 2 ديال الزلايف عامرين مزيان. ضفت عليهم كيس ديال خميره كيميائيه، شويه ديال الملحه. عندي كذلك غنضيف 2 معالق كبار ديال الخل، وغنضيف كذلك 2 معالق كبار ديال الزيت. هنا غادي نضيف واحد المعلقه كبيره عامره ديال العسل. غادي نضيف كذلك بياض بيضه. بالنسبه للعجينه ضروري تحضروها قبل، يعني تخليوها تطلق مزيان، باش ما خليتوها واحد المده اللي هي طويله كتجيكم سهله في الخدمه وما كتقطعش معكم ملي تكونوا كتبسطوها في سطح العمل. يعني الا غتصاوبوا مفلاشين من الاحسن جنوا العجينه في الصباح وخليوها. صافي، هنا درت المكونات كاملين وبديت كنجمع العجينه بالماء، العجينه العاديه ديال المسمن. راكم عارفين كتبغي تدلك واحد شويه. هذا في حاله ما كنتو غتخدموا بها ديك الساعات. اما الا كنتو غادي تصاوبوها يعني على تيساع، تعجنوا العجينه وتخليوها حتى العشيه مثلا عاد تشكلوها تعمروها، يعني ما تحتاجوش تدلكوها بزاف. غتجمعوا العجينه عادي وديروها في ميكا بيضاء وتحطوها في شي بلاصه هكا عادي في الكوزينه وتخليوها. غتلقاوها ملي تبغيو تخدموا بها غتلقاوها العجينه طلقات وارتاحت مزيان وغتجيكم ساهله في الخدمه. صافي، هنا شفتوا معايا العجينه جمعتها ودرتها في بلاستيكه بيضاء. وهنا غندوزو باش نحضروا الحشوه. هنا درت البصله شلطتها ودرت خيزو كذلك حكيتو هكا رقيق، وكذلك القرعه خضراء. فبالنسبه للحشوه يعني كديروا اي نوع الخضره بغيتو. هنايا درت شويه ديال الزيت وغادي نشحر هذيك الخضيره كامله مع بعضياتها. هنا ضفت شويه ديال البزار وغادي نضيف شويه ديال الملحه. هنا بالنسبه للخضره الا بغيتو تحكوها، انا هنا راه طحنتها في تكل الهاشوار وخرجت الشكل ديالها بحال هكا. ممكن الا بغيتو ديروها محكوكه، انا تفكر في الحكاكه عادي. صافي، هنا درت الكبده ديال الدجاج اللي ممكن تعوضوها باي حاجه متوفره عندكم، يعني الكفته ديال اللحم او الدجاج او اي حاجه متوفره عندكم. هنا ضفت كذلك شويه ديال المعدنوس. ضفت التوابل، هنا تقطع ليا التصوير. ضفت السكنجبير، شويه ديال الكمون غير شويه، وكذلك الخرقوم. وغادي نضيف شويه ديال البابريكا وغادي نخلط المكونات كلها. هنا غنضيف شويه من صوص صويا. دائما ديروا بحسابها في الملحه حيت كتكون هي ديجا مالحه، يعني ما تكثروش الملحه من الاول. صافي، انا غنعاود نضيف شويه من صوص صويا لاني في الاول درت غير شويه. غادي نضيف تقريبا واحد المعلقه صغيره. وصافي، غادي نضيف اخر حاجه اللي هي الزيتون. وغادي نخلي الحشوه تكمل الطياب غير شويه وغادي نطفي عليها.
صافي غندوزو باش نشكلو العجين. شفتوا مع العجينه كيفاش ولات كتبان مدلوكه غير هكاك بوحدها. انا ما دلكتهاش بزاف في الاول ولكن خليتها مده. صافي هنا غادي ندير كرات اللي هما كبار شويه وغادي نبدا نشكل وحده بوحده. من الاحسن ضروري تغطيو بالبلاستيكه بيضاء. وصافي هنايا خديت الكره الاولى، دهنت سطح العمل بالزيت وبديت كنطلق العجين. صافي هنا من بعد ما بسطت العجينه ولا الكره ديال العجين غادي نقطع بهاد القطعه ديال البيتزا 4 ديال الاجزاء، وكل جزء غادي نحط فيه شويه من الحشوه ديالنا. الطريقه راه دغيا كتكون سريعه بزاف، يعني دغيا كنكملوا الكرات اللي عندنا. كل كره كنقطع على 4 وكنلقاو باللي خرجت لينا واحد الكميه اللي هي كثيره وما كتاخذش الوقت حتى في الطياب دغيا كيطيب. نتوما كتشوفوا معايا هنايا كنجمعوا الجوانب بجوج. انا كندير معكم سميتو غير بشويه باش يبان لكم الطريقه بالضبط. صافي وكنلويو الصيغار اللي عندنا على هذا الشكل. ما كتحتاجوش انكم تلصقوا الطرف ديال العجينه بشي حاجه لانه العجينه راه يعني كتلصق ماشي بحال الورقه. صافي نفس الطريقه كنجمعوا الجوانب بجوج وكنبداو نلويو. يعني الطريقه واضحه. صافي غادي نبقى بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه ديال العجين اللي عندي كامله وغادي نرجع معكم. صافي من بعد ما كملتهم كاملين قديتهم هكا في اللاطه ودهنت السطح ديالهم بالزيت. ما ديروش الزبده، الزيت هي اللي كتخلي فيهم ديك القرمشه، اما الزبده كتطلق داك الماء وكيطابوا ما تيبقاوش مقرمشين. صافي هنا من بعد ما طابوا هنايا زينتهم بالفرماج وشويه ديال المدنوس من الفوق، وهذا هو الشكل ديالهم. كيجيو البنات لذاذ بزاف ورائعين وكتجي فيهم واحد القرمشه. مازال هنايا انا راه خليتهم يعني تبردوا، من يلا كتخرجوا من الفران كيجيو مقرمشين او كيصلحوا هكا لمائده الافطار في الشهر المبارك. كنتمنى من الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر وبكل ما كتمنوا يا ربي. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. بسلام عليكم.